موسى في الوسط لحماد. حماد ممتازه لرامز، راح عادل 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 جول يا يما يا يما يا عادل يا جول يا جول. موضوع استبعاد أو إبعاد المعلق الجزائري حفيظ دراجي عن التعليق هو من المواضيع التي تثير جدلا واسعا وتتكرر بين الحين والآخر على منصات التواصل الاجتماعي. لكن لنضع النقاط على الحروف بناء على المعطيات الواقعية، فحقيقة الاستبعاد حتى الآن لا يوجد قرار رسمي من شبكة بين سبورتس باستبعاد حفيظ دراجي بشكل نهائي. غيابه في بعض الأحيان عن مباريات كبرى يكون نتاجا لعدة أسباب روتينية، منها نظام المدورة. تعتمد القناة سياسة توزيع المعلقين على المباريات القوية لضمان التنوع. الإجازات السنوية كأي موظف يحصل المعلقون على فترات راحة مدرجة في جدولهم. المهام الإدارية حفيظ دراجي يشغل أحيانا أدوارا تتجاوز مجرد التعليق داخل الشبكة. فلماذا يثار هذا الجدل؟ دائما يرتبط اسم دراجي بالانقسام في الآراء لعدة أسباب، منها الآراء السياسية ونشاطه المكثف على تويتر وفي مقالاته حول قضايا سياسية حساسة يجعل منه هدفا للانتقادات من جماهير دول معينة، مما يولد شائعات مستمرة حول إيقافه. أسلوب التعليق رغم شعبيته الجارفة، إلا أن هناك قطاعا من الجمهور يفضل أساليب تعليق هادئة أكثر، وأي غياب له يفسر فورا على أنه عقوبة. الحملات الإلكترونية فغالبا ما تنطلق هاشتاغات تطالب بإبعاده بعد مباريات لأندية كبيرة، وهي تعبر عن رأي جمهور معين ولا تعكس بالضرورة قرارات إدارة القناة. حفيظ دراجي لا يزال أحد الأصوات الرنانة في القناة القطرية، والحديث عن استبعاده يظل في إطار الشائعات أو الأمنيات لخصومه الرياضيين أو السياسيين، ما لم يصدر بيان رسمي من القناة أو منه شخصيا. كونيا برونو كونيا برونو كونيا برونو لوكشو كونيا انطلق من ماي. حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض، حطها